إذا معنا خالد الزوين مساعد مدرب شباب الوراء. كيفاش شتي المقابلة اليوم والحظوظ ديال الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعرف الجميع، فبالنسبه لنا حنايا كانت المباراه دي كانت ما عندناش خيار من غير 3 نقاط. فالحمد لله كنا عازمين، لا الاداره التقنيه ولا المكتب ولا اللاعبين كانوا عازمين اليوم باش يكون انتصار. الحمد لله تأتى لنا هذا. كما شفتوا فاللاعبين قدموا مستوى طيب، فكان مجهود رائع يعني، والحمد لله تأتى لنا بالانتصار ب4-1. فكما شفتوا الحظوظ ديالنا باقا حاضره، واخا الانتصار ديال بن قرير على السوالم. فاحنا غادي نبقاو ما غنزلوش الايادي ديالنا، غادي نبقاو حتى الدقيقه حتى الدوره 30. وان شاء الله اللي تنتمناو باننا تكون الدوره 30 يعني فأل علينا فأل خير ان شاء الله، ونهديو هذا الجمهور هذا، ونهديو المكتب والساكنه ديال ولاد تيمان، نهديو لهم هذا. إذا معنا اللاعب فهد أشرك مهاجم شباب الوراء الذي يتألق في هذا اللقاء وسجل هدفين، وفي اللقاء الفارط سجل هدفين أمام فريق أمل تزنيد. كيفاش شتي المقابلة والحظوظ ديال الفريق؟ نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرف الجميع هذه المقابله راه ديربي سوسي، يعني دازت في اجواء يعني جد مشحونه جدا. يعني كنا دوزنا يومين في لوطيل، يعني هذه المقابله خصنا ضروري 3 بوان باش نبقاو متابعين مع بن قرير. يعني بن قرير اليوم ربحات، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش اننا مازال غنحطوا يدينا. يعني باقي الماتش ديال سوق السبت ان شاء الله، ومن هذا المنبر كنطلب من الجمهور ان شاء الله يحج بكثره الملعب سوق السبت باش ان شاء الله من تما نجيبوا لا مونتي ان شاء الله.